السلام عليكم. ضيف النهارده انا كنت في سن معين كده صغير لطيف، وكان هو بيغني في حفله في النادي عندنا في سوهاج. فانا اقوم ايه، ما كانش فيه تذاكر في الحفله، فانا اتشعلقت على السور علشان اتفرج عليه، واستمتعت جدا بصراحه. بعد الحفله عرفت ادخل، وكان هو ماشي، حاولت اروح اسلم عليه بس ما قدرتش، الامن منعني. النهارده هو ضيفي، والله العظيم ما انا سايبه. حميد، احنا على الهوا. اهلا بيك في برنامج مصري اصلي. ازيك يا حميد؟ عامل ايه؟ ازيك يا عمر؟ ايه اخبارك؟ منورني والله. انت طيب. معلش انا عارف المشوار كان متعب، انت سقطت مني شويه. لا خالص يعني، الحمد لله على السلامه. كالعاده يعني. عامل ايه؟ والله الحمد لله كله حلو الحمد لله. انا مبسوط انك انت يعني معايا. شكرا ليك يا عمر والله بجد والله. حميد، هو انت منين في مصر؟ انا عارف انك انت نصين. نص ليبي ونص مصري. الوالده مصريه والوالد ليبي. الوالده مصريه من فين؟ من ليبيا، والولد مصري ومن مصر. ليبي من مصر. مصريه قاهريه اسكندرانيه. اسكندرانيه يعني تعتبر اسكندراني ليبي. نعم. طب وخدت الجنسيه؟ انا عارف خدت الجنسيه. نعم. رسمي قريب ورق. نعم. طب عندك بقى النهارده ديك الجنسيه يعني المره الثالثه، يعني انت خدتها مره بالمزيكا بالنقله اللي عملتها بالجيل اللي طلع على ايديك، ربنا يخليك. حاجه اللي اتشكلت على ربنا ايديك. يخليك يا عمر. ومره خدتها رسمي في الورق، باسبور وشهر نعم. عقاري وجوازات. نعم. تمام. والمره الثالثه في الامتحانات. اوكي، تحت امرك. تمام. اتفضل. هسالك 9 اسئله. 9 اسئله بغض النظر. بفرض النظر. بفرض النظر. بفرض النظر عن الاجابات يعني. لو جاوبت 6 مظبوطين هتبقى اصلي مصري، يعني شخص اصوله مصريه. اكتر من 6 هتبقى مصري اصلي، يعني اللي هو ما حصلش. تمام؟ جاهز؟ اتفضل. السؤال الاولاني من منطقه العادات والتقاليد. ما هي الفسوخه مع ذكر 3 اشكال ليها؟ هي مش من الفسيخ طبعا. لا خالص. الفسوخه عباره عن بخور. الصراحه دي اللي اعرفها، بس الباقي اعطينا في المنطقه. بس بخور. ماشي. بخور. طب بتعمل بيه ايه يعني؟ فسوخه لما يكون في حد عايز ترقيه او تحمل حسد. بالظبط. انا اعرف. ما تعملش حاجه تاني يعني؟ البخور ده شكل على فكره، يعني الفسوخه ده شكل من اشكالها. بص انا اعرف ان الفسوخه الصراحه عمري الفسوخه شيء عشان العين والحسد مظبوط. نعم. ده نص الاجابه وصح جدا. اللي باقي بقى مش يعني حاجه علشان تطير الحسد او بالظبط تجلب الحظ. نعم. تمام. نعم. ايه بقى الناس بتعمل ايه فسوخه كده عشان تجلب الحظ او تطير العين غير البخور؟ في حاجات كده تفاصيل صغيره. الخرزه الزرقاء. 1. شوفش مثلا تاكسي جديد كده ومعلق حاجه في الاكسدام من تحت كده؟ السلسله دي اللي لا فاخرها ايه؟ والله عارف اصدق، بس مش جاي في بالي. على مهلك. وفي كمان غير السلسله في نجمه البحر اللي هي بيحطوها على الباب. هم 3 هم. لا دول 2 خلاص. البخور والبخور والعين الزرقاء ونجمه البحر. فردة الصندل الولادي الصغيره دي مثلا. صح. حدوة الحصان المزرعة على الباب دي. انا مره قريت على واحد كاتب في عربيه والله، كاتب الناحيه ديت: كم من انسان فتحت له الاشارات الناحيه الثانيه ثم مات. 1-0 حميد. انت الفسوخه بتاعتك ايه في شغلك في حياتك؟ والله في حاجه المبكبكه. المكرونه المبكبكه. نعم. دي ليبيا. اكله ليبيا. طب قول لي بقى ما هقول لك. وكلنا الشفره بس بتاعتها علشان نعرف. هي الاكله الوحيده اللي بعرف اعملها، الحاجه الوحيده اللي بعرف يعني في المطبخ هي المبكبكه. ايه المبكبكه؟ هي مكرونه. تتعامل ازاي مش عارف، هي شويه حاجات على بعض كده بتطلع حلوه خلاص، يعني بهارات على كده يعني. اللي موجود بحطه يعني. وليها غنوه؟ في احنا عندنا في والله عمرو طنطاوي يعمل ملحن عمرو طنطاوي. لا والله. كان في عزومه كده كان عامل لها لحن بس مش في بالي دلوقتي. اوكي. مبكبكه عاملها كده جو عارف الدور يعني. 1-0 الحميد. 1-0 الحميد. والسؤال الثاني من القاموس. ايوه. لما يتقال مثلا ان عمر شمع الفتله الحميد،
ما هو المقصود بتشميع الفتله؟ دي عاميه. شمع له الفتله، يقول لك شمع له الفتله. رزع له يعني. لا هي شكلها يعني كده يعني. مش دي الترجمه يعني، بس يعني شمع له الفتله ولا لا؟ هي ما مرتش عليا قبل كده الصراحه. لا والله اول مره اسمعها، بس ممكن تكون انا اقول كده ايه. لا خد راحتك، زي يعني خد راحتك، فك واجتهد. اتنين اهو يعني، بفرض النظر انا عارفهم الشخصيات دي اهو. طبعا. اللي هو يقول لك استاذ انا مش مادي يا استاذ، انا الفلوس عندي اخر من يعلم. زي واحد صاحبي قال لي وفتحت له الباب على مزرعيه، وهو يعني هو منهمج في الكتاب، يقول لك منهمج. واحد. طب انت عمرك بتنصب عليك خالص؟ لا كتير، بس ما سمعتش دي خالص. لا شمعوا الفتله دي نصب عليه. زمان واحد ملك كان عارف ان في واحد نصاب مشهور في البلد. ايوه. قال لك يعني ننصب ايه اخره في النصب؟ تعالى خد ادي دينار وانصب عليا بالدينار ده. قال اوكي هات الدينار. خد الدينار وراح مطلع من جيبه فتله. قال للملك ايه، امسك طرف الفتله ده تمام، وخليك ماسكه لحد ايه، وصله لحد اخر باب القصر تمام. راح واخده معلقه في الحيطه وسابه ومشي. فاهم كده. فشمعه بالفتله، نصب عليه بالدينار وخد دي الدينار. اتاخدت مننا المثل ده. بقى في شماعه. هل ممكن يكون يعني ممكن يبقى في مزيكاتي نصاب؟ يعني هل ممكن تسمع ملحن مثلا تقول ده ملحن نصاب او مطرب نصاب؟ لا ما اعرفش، مش هيبقى فنان يعني. الفنان عارف يبقى يعني. طب ما في كتير في المنطقه يعني، اكيد مش انا ما شفتش يعني، يمكن اللي اعرفه انا ما فيش حد. لا سيبك ما تعرفهم انت، اكيد انت ما بيطلعش حد لا. في لا انت كده بجد. لا يعني ما سمعتش. منتجين ممكن، لكن فنانين يعني ما. تمام. واحد. السينما دايس. تمام. حلوه ودي جدا. هعرض عليك افيش فيلم تمام. حلوه فيلم دي عجبتك؟ فيلم. مفيش فيلم تمام، بغض النظر يعني، او ايه، بفرض النظر مفيش فيلم، بس اسم الفيلم اتشال منه. طيب. وتحاول تعرف من الافيش قديم ولا فيلم ايه؟ الثمانينات. اوكي. ده فيلم دائرة الانتقام. حبيب قلبي. صحيح. صحيح. انا كان عليه الاسم وما كنتش عارفه. نعم. يعني الافيش انا كنت جايب عليه الاسم وما كنتش عارفه. الفيلم واحد بحبه جدا يعني، كان نقلة في السينما المصرية. صحيح. نعم. صحيح. طب حميد، انت في وقت من الاوقات في مسيرتك حصل غلسوا عليك، يعني قفلوا عليك النور شويه، حميد ما اشتغلش يعني فتره حالات شخصيه طبعا، مش حالات عامه يعني. فلو انت مكان نور الشريف وعندك دايره انتقام وفي ناس اللي ضايقتك دي، انت مسامح اوكي وكل يعني حاجه؟ عارف انت كان ايه في النقابه، كانت يعني مشاكل نقابيه وكده يعني. هي اول حاله في التاريخ فناني توقف عن التلحين والتوزيع يعني. ايه الحقيقه كان يعني ما اعرفش يعني ايه بجد، ما اعرفش. طب ايه الرسمي اللي اتقال؟ ان ما جددتش كارنيه النقابه. ياه. اوكي. حميد اتحرم من لعب المزيكا لانه ما جددش كارنيه النقابه، والنتيجه عموما 2-1 ليه، وهنكمل مع بعض بس بعد الفاصل. احنا 2-1. طيب السؤال الرابع من منطقه الاكل. تمام. عارف ايه الحلويات؟ طبعا مصريه. طبعا. ايه الحلويات؟ يعني زي القلوب والكبد والكلاوي والفشه والحاجات دي انا بعشقها اساسا. اصلي انت عارف يعني. الفشه بقى ايه؟ الفشه اللي هي الفشه لا الفشه الرئه والعليق كله يعني. لا انت خاشش في حته ضلمه كده انت. طب ده نص السؤال. النص الثاني، البياعين بيغشوها ازاي؟ لا ما عنديش بقى. شفت بقى، تعالى بقى في المصري الاصلي بقى. بيحطوا معاها لحمه مثلا، مش ممكن يعني. انا هحسبها لك اجابه صحيحه مظبوط. نعم. بس هقول لك بيغشوها ازاي. بيغشوها في السؤال كانت ولا من عندك؟ لا دي من عندنا. اوكي. بيغشوها ان هم بيملوها ميه قبل البيع عشان فبتوزن. اوكي. يعني انت لما تشتري العليق كله مش كده؟ بالظبط. نعم. تاخد الرئتين على بعضهم وتمشي وتقطعها بقى. صحيح. والله العظيم انا بحب الاكله دي جدا. طب من القائل مصر هبه النيل؟ انا عارف اللي قالت هو عارف نفسه. لا ده سقراط يا ارسطو. لا مش نوع. لا. يبقى
طب قبل ما تقول لي هسالك سؤال، يعني فكر على مهلك. مم. هو مصر هبه النيل معناها يعني ان احنا ولاد النيل. أيوة. انا عايز اعرف يعني بعد العمر ده كله في مصر انت شايف ايه المشترك بيننا وبين النيل غير ان ايقاعنا بطيء، يعني بطيء وكوبري اكتوبر بطيء وفي حياتنا بطيئه. يعني ايه شبه النيل في ايه؟ احنا كشعب كناس في جماله، مم. في حلاوته. بالليل كده بتفرج على النيل، يعني انا بعشق القاهره بالليل. تقعد على كوبري اكتوبر ولا كوبري قصر النيل كده تشوف، ده يعني اكتر شبه حلاوه النيل. ده شبه النيل وخفة جدا. الدم لا، ومفيش صوت كده بالليل، وبتسمع التعليقات الجميله من الناس. حلوه لما تركب مركب فيه مثلا، دي جميله جدا، روعه يعني. الونس ودفى كده، ولما هو ده وكاسة فاكر زمان. صحيح. انا كنت شايف، انا اسف، كنت شايف الجانب السلبي ان احنا بطاء زيه، ان احنا احيانا بيبقى لنا رمادي، يعني لا ابيض ولا اسود في النص. دي حاله عامه يعني، يمكن في العالم الثالث كله، يعني عارف، نتيجه ظروف تانية خالص، يعني مالناش دعوه بالطبيعه يعني. طب مين القائل برضه؟ ومالناش دعوه مالناش الكلام ده. مالناش دعوه. صح. طب اديني اول حرف منه بس. ايه؟ مصري. مصري. ايه؟ هيرودوت. هو انا غلطت. هو هيرودوت. ما انا قلت لك واحد من يعني واحد من الاثنين. سقراط. بس ما